السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بيكم في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. يلا بينا نبدأ منهج الدراسات. معانا النهاردة أول درس، وطننا العربي، الموقع والمساحة. هنعرف موقع الوطن العربي فين، وكمان هنعرف مساحة الوطن العربي. زي ما احنا شايفين كده على الخريطة، الوطن العربي موجود في وسط العالم، هو اللي بيوصل ما بين 3 قارات، يعني بيربط ما بين 3 قارات بنقول عليهم قارات العالم القديم، اللي هم آسيا وأوروبا وإفريقيا. هم في النص الوطن العربي، مجموعة الدول العربية بتكون الوطن العربي، اللي هو ايه؟ بيربط ما بين 3 قارات زي ما احنا قلنا. مصر وطننا، يعني بلدنا بتنتمي لوطن أكبر منها في المساحة، وهو الوطن العربي اللي فيه كل الدول العربية اللي بتجتمع وبتعمل لنا ايه؟ الوطن العربي. مكان الوطن العربي مكان واحد. كمان ايه؟ اللغة بتاعتنا واحدة اللي هي اللغة العربية. مش بس كده، تاريخنا مشترك، تاريخ الدول العربية مشترك مع بعض، وفي أحداث مشتركة ما بين الدول العربية. الوطن العربي بتاعنا موجود في نص العالم، في وسط قارات العالم القديم اللي هم ال3 قارات. مش بس كده، الوطن العربي كان فيه أقدم وأعرق الحضارات اللي قامت في العالم. الحضارات دي أنارت العالم، وسعت العلم والمعرفة، وكان بتتناقلها الشعوب التانية. الوطن العربي كان ايه كمان؟ مهبط الديانات السماوية ال3 اللي هي ايه؟ اليهودية والمسيحية والإسلام. ومن الوطن العربي الديانات دي انتشرت في العالم كله. في الدول العربية أو الوطن العربي متلقي ايه؟ معظم طرق التجارة العالمية أو الدولية. مش بس كده، الوطن العربي بيشرف على أهم المسطحات المائية اللي بنعتبرها طرق ملاحية هامة بتسهل التجارة الدولية. تعالوا بينا نشوف الموقع الجغرافي والموقع الفلكي لوطننا العربي. يا أبطال سنة تانية، زي ما احنا كده شايفين على الخريطة دي، الدول العربية مجتمع اللي بتعمل لينا أو بتكون لينا ايه؟ الوطن العربي. زي ما احنا شايفين في دول عربية موجودة في قارة آسيا، وكمان عندي دول عربية تانية موجودة في قارة إفريقيا. عندي مثلا السعودية موجودة في الجناح الآسيوي أو في قارة آسيا. عندي مصر موجودة في الجناح الإفريقي أو في قارة إفريقيا. يا ترى ايه هو موقع الوطن العربي بالنسبة للعالم، بالنسبة لبقية الدول والقارات التانية؟ نبدأ بالموقع الجغرافي. ايه هو تعريف الموقع الجغرافي؟ بسيط جدا. الموقع اللي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، يعني موقع الوطن العربي بالنسبة للأرض المحيطة به والماء. يا ترى ايه الأراضي اللي بتحيط بيه؟ يا ترى ايه حدوده من الماء؟ البحار، المحيطات اللي بتحيط بيه. يبقى الموقع الجغرافي الموقع اللي هو موقع المكان، المقصود بايه؟ الوطن العربي بالنسبة لليابس والماء. تعالوا بينا نشوف موقع الوطن العربي ايه اللي هو الموقع الجغرافي. موجود في وسط قارات العالم القديم، بيمتد عندي في قارتين، يعني موجود الدول العربية اللي بتعمل لنا الوطن العربي في قارتين، آسيا وإفريقيا. زي ما أنا قلت من شوية، في دول عربية موجودة في قارة آسيا، ودول عربية موجودة في قارة إفريقيا. مش بس كده، الوطن العربي بيطل على محيطين، اللي هما المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. عندي المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. كمان ايه؟ بيطل على 3 بحار. عندي 3 بحار الوطن العربي موجود عليهم، اللي هما البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي، و3 خليجان اللي هما الخليج العربي، خليج عمان، خليج عدن. كلهم بيبدأوا حرف العين. الخليج العربي، خليج عمان، وخليج عدن. يبقى الموقع الجغرافي هو ايه؟ الموقع بالنسبة لليابس والماء. يا ترى ايه الأرض اللي بتحيط بالوطن العربي؟ ايه هو الماء او المياه اللي بتحيط بالوطن العربي؟ الموقع الجغرافي للوطن العربي موجود فين؟ موجود في وسط العالم القديم. أراضيه بتمتد في قارتين، عندي آسيا وإفريقيا، وبيطل على ايه؟ محيطين، محيط هندي ومحيط أطلنطي، و3 بحار. نعد مع بعض: البحر المتوسط، البحر الأحمر، وكمان البحر العربي، و3 خليجان: خليج العربي، خليج عمان، وخليج عدن. كل الدول العربية عندها سواحل على البحار والمحيطات، أو البحار والمحيطات مع بعض.
يعني الدول العربية كلها عندها سواحل. السواحل بتاعتها يا إما بتطل على البحار أو المحيطات أو البحار والمحيطات في نفس الوقت. كده الموقع الجغرافي خدناه. نيجي يا حبايبي أبطال سنة تانية وناخد الموقع الفلكي. إيه هو الأول؟ تعالوا بينا نعرفه. الموقع الفلكي هو موقع، يعني موقع المكان اللي هو عندي هنا إيه؟ الوطن العربي، بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض اللي هي إحداثيات الخريطة. احنا كده خدنا خلاص الموقع الجغرافي. على الارض بقى ايه هو اليابس اللي بيحيط بيها، وايه هو المياه اللي بتحيط بالمكان ده اللي هو ايه؟ الوطن العربي. طيب الموقع الفلكي، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الوطن العربي موجود فين؟ على خطي طول 60 شرقا، شرق ايه؟ خط جرينتش، و17 غربا اللي هو غرب خط جرينتش. طيب دايرتين العرض موجود عندي فين؟ دايرتي عرض 37.5 درجة شمالا، شمال خط الاستواء، و2 درجة جنوبا، جنوب خط الاستواء، فيما عدا دولة تبع الوطن العربي اسمها دولة جزر القمر، ودي الدولة العربية الوحيدة اللي موجودة بره ايه؟ النطاق الفلكي اللي احنا حددناه اللي هو 37.5 درجة شمالا و2 درجة جنوبا. الدولة العربية الوحيدة اللي خارج النطاق ده مين؟ دولة جزر القمر. ليه؟ لأنها موجودة في جنوب دايرة الاستواء تحت عند التقاطع بتاع خط طول 44 درجة شرقا ودايرة العرض 12 درجة جنوبا. يعني موجودة فين الدولة دي؟ موجودة في المحيط الهندي. لما أقول لك هنا الوطن العربي موقعه الفلكي فين؟ ممتد ما بين خطي طول 60 درجة شرقا و17 غربا ودايرتي عرض 37.5 درجة شمالا و2 درجة جنوبا، فيما عدا دولة ايه؟ جزر القمر. هي الدولة العربية الوحيدة اللي موجودة بره النطاق الفلكي اللي احنا قلناه. ليه؟ لأن هي موجودة في جنوب دايرة الاستواء تحت. جنوب يعني تحت دايرة الاستواء. فين بالظبط؟ عند التقاطع بتاع خط طول 44 درجة شرقا ودايرة عرض ايه؟ 12 جنوبا. يعني جزر القمر موجودة في المحيط الهندي. كده ده معناه ايه الكلام ده؟ ان الوطن العربي بيمر فيه دايرتين عرض رئيسيتين، يعني اساسيتين، وهم دايرة الاستواء ومدار السرطان. يبقى الوطن العربي كده بيمر فيه دايرتين عرض رئيسيتين، عندي دايرة الاستواء وكمان مدار السرطان. مش بس كده، بيمر في الوطن العربي خط الطول الرئيسي اللي احنا بنقول عليه خط جرينتش. حدود الوطن العربي موجودة مع ظواهر طبيعية. ازاي؟ في الشمال، يعني شمال الوطن العربي موجود جبال طوروس. عندي ايه كمان؟ البحر المتوسط، ظواهر طبيعية يعني بحار، محيطات، جبال، صحراء. طيب عندي في شمال الوطن العربي ايه؟ جبال طوروس والبحر المتوسط. طيب في الشمال الشرقي للوطن العربي موجود عندي جبال كردستان وجبال زاجروس. طيب في الشرق موجود عندي 3 ظواهر طبيعية، الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي. طب في الجنوب موجود عندي المحيط الهندي والصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى دي صحراء موجودة في قارة افريقيا بتفصل بين الدول العربية والدول اللي موجودة في وسط ايه؟ قارة افريقيا. كمان عندي ايه؟ مش بس كده، في غرب الوطن العربي موجود عندي المحيط الاطلنطي. بقى اذا عندي حدود الوطن العربي موجودة ممتدة مع ظواهر طبيعية. زي ايه؟ الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط، والشمال الشرقي عندي ظاهرتين جبال كردستان وجبال زاجروس. وفي الشرق موجود عندي ايه؟ الخليج العربي وخليج عمان وكمان البحر العربي. طيب في الجنوب ممتدة مع ايه بقى حدود الوطن العربي؟ مكانين، المحيط الهندي والصحراء الكبرى. وفي الغرب ممتدة مع المحيط الأطلنطي. دي كل حدود الوطن العربي. في سؤال مهم هنا، يا ترى ايه النتائج اللي ترتبط على امتداد حدود الوطن العربي مع الظواهر الطبيعية اللي احنا قلناها اللي هي اللي فاتت زي الصحراء وعندي كمان البحار والجبال والمحيطات؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيحصل بقى لما الحدود دي تكون ممتدة مع ظواهر طبيعية موجودة في الطبيعة؟ ده ساعد الوطن العربي انه يحتفظ بشخصيته
العربية اللي بتميزه عن غيره من الشعوب والأمم التانية. يعني مثلا الدول العربية بيتكلم لغة ايه؟ بتتكلم لغة عربية مشتركة وتاريخ مشترك، وكمان المكان بتاعها واحد. ده عمل لها شخصية فريدة بتخليها مختلفة عن الأمم والشعوب التانية. زي مثلا عندي الشعوب اللي موجودة في آسيا، الدول العربية بتختلف عنها. يعني مثلا الشعوب العربية أو الدول العربية بتختلف عن شعب دولة الهند وشعب إيران وشعب باكستان وشعب الصين، مختلفين. طيب ايه كمان من النتائج اللي ترتبط على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية؟ ان ده ساعد الوطن العربي انه يتصل بالعالم الخارجي بغيره من الامم والشعوب التانية. يبقى اذا من الاسئلة المهمة ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية؟ اول حاجة ان ده ساعده يحتفظ بشخصيته العربية اللي بتميزه بين الأمم طبعا الأخرى أو الشعوب التانية، وكمان ساعدته إنه يتصل بالعالم الخارجي بغيره من الشعوب والدول التانية. مساحة الوطن العربي كلها كام؟ 13 مليون كيلو متر مربع، متقسمة ما بين 22 دولة، متوزعين عندي ما بين قارتين آسيا وإفريقيا. يبقى إذا مساحة الوطن العربي كله كام يا أبطال سنة تانية؟ 13 مليون كيلو متر مربع، متوزعين ما بين كام؟ 22 دولة. ال 22 دولة متوزعين ما بين قارتين عندي آسيا وإفريقيا. تعالوا بينا نشوف بقى الدول العربية. يا ترى إيه الدول اللي موجودة في قارة آسيا وإيه الدول اللي موجودة عندي في قارة إفريقيا؟ ال 22 دولة متقسمة ازاي؟ 12 دولة موجودة عندي في قارة آسيا أو بنقول عليه الجناح الآسيوي، الجناح العربي الآسيوي، و10 دول موجودة في قارة إفريقيا اللي بنقول عليه ايه؟ الجناح العربي الإفريقي. يبقى ال 22 دولة متقسمة 12 في الجناح العربي الآسيوي و10 في الجناح العربي الإفريقي. الجناح العربي الآسيوي 12 دولة، نقول مع بعض: فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن. هنقسمها ازاي عشان نحفظها؟ هنقسم الأول دول ايه؟ الشام، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، وناخد ايه؟ دولة ايه؟ بلاد الرافدين أو بين النهرين العراق. نيجي بقى لدول الخليج العربي: الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، وهناخد ايه معانا كمان؟ اليمن. يبقى اما نيجي نحفظ الدول العربية اللي موجودة في الجناح العربي الآسيوي هنبدأها بدول ايه؟ بلاد الشام، فلسطين، الأردن، ولبنان، وسوريا، وناخد ايه؟ دولة ما بين نهرين أو بلاد الرافدين اللي هي العراق، وهناخد دول الخليج العربي معانا ايه؟ الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، وعمان، وايه؟ هناخد معانا اليمن. طب يا ترى ايه هي بقى الدول العربية اللي موجودة في الجناح العربي الافريقي؟ قلنا هما كام دولة؟ 10 دول: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. يبقى اذا عندي 10 دول. هنبدأ معانا بدول شمال افريقيا: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. نيجي بقى للدول العربية اللي موجودة في قارة افريقيا معانا ايه كمان؟ جيبوتي، الصومال، وجزر القمر. يبقى اذا عندي 10 دول عربية موجودة فين؟ في قارة افريقيا. نبدأ معانا بالشمال: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. معانا ايه كمان؟ جيبوتي والصومال وجزر القمر. كده معانا 22 دولة عربية متقسمين ما بين قارتين آسيا وإفريقيا. معانا في قارة آسيا كام؟ 12 دولة عربية، ومعانا في قارة إفريقيا كام؟ 10 دول عربية. حبايبي أبطال تانية إعدادي، تعالوا بينا نشوفهم بقى على الخريطة. زي ما احنا قلنا إن الدول العربية اللي موجودة في آسيا معايا فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، ومعايا العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن. طيب الدول العربية بقى اللي في افريقيا معايا مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ومعايا كمان جيبوتي والصومال، وعندي كمان دولة جزر القمر اللي موجودة عندي في ضمن الدول العربية اللي موجودة في افريقيا. موقع الوطن العربي مهم جدا.
له أهميات مختلفة. أول أهمية عندي الأهمية الحضارية. ليه؟ لأن في الوطن العربي قامت حضارات قديمة على الأراضي بتاعته، زي عندي الحضارة المصرية القديمة بنقول عليها الحضارة الفرعونية، ودي في قارة إفريقيا. كمان كان في الوطن العربي حضارات تانية زي حضارة بلاد العراق القديم اللي بنقول عليها حضارة بلاد ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. عندي كمان حضارات بلاد اليمن وحضارات بلاد الشام. يبقى أهمية الوطن العربي ترجع لإيه؟ الأهمية الحضارية. بسبب إيه؟ إن في حضارات قديمة قامت على أرضه زي الحضارة المصرية القديمة بتقول عليها الفرعونية، ودي موجودة في إفريقيا، الدول العربية موجودة في إفريقيا. طيب حضارة بلاد العراق القديم دي موجودة في قارة آسيا. طيب حضارات بلاد اليمن في آسيا، وحضارات بلاد الشام في آسيا. دي الحضارات القديمة اللي عملت أهمية حضارية لموقع الوطن العربي. الوطن العربي مش له بس أهمية حضارية نتيجة الحضارات اللي قامت على أرضه، له أهمية دينية. هو اكتسب وأخذ قيمة روحية عظيمة. القيمة الروحية العظيمة دي كانت في نفوس سكان العالم، لأن الوطن العربي زي ما قلنا قبل كده هو مهد أو بداية للديانات السماوية. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل الديانات السماوية على أرضه اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلام. ومن الوطن العربي الديانات السماوية الثلاثة انتشر في العالم كله، وفي ناس كتير معتنقين الثلاث ديانات دول. طيب الأهمية الدينية مش بس إنه كان مهد للديانات السماوية الثلاثة، موجود في أماكن مقدسة الناس بتيجي ليها مخصوص للزيارة، وهم 3 أماكن. عندي الكعبة المشرفة بالسعودية موجودة في الجناح العربي الآسيوي، وعندي المسجد الأقصى وقبة الصخرة موجودة في فلسطين، وده برضو في الجناح العربي الآسيوي. كنيسة المهد في فلسطين في الجناح العربي الآسيوي. يبقى الأهمية الدينية إن هو له قيمة روحية اكتسبها نتيجة إنه مهد للديانات السماوية الثلاثة، ومنه انتشرت الديانات للعالم. مش بس كده، موجود في أماكن مقدسة الناس بتيجي ليها مخصوص للزيارة زي الكعبة المشرفة بالسعودية، والمسجد الأقصى وقبة الصخرة في فلسطين، وكمان كنيسة المهد في فلسطين. عندي ثالث أهمية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. مش بس له أهمية حضارية وأهمية دينية، لأ كمان له أهمية اقتصادية واستراتيجية. إيه هي بقى الأهمية الاستراتيجية؟ معنى كلمة الأهمية الاستراتيجية الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. يعني الأهمية بتاعت المكان وقت ما يكون في حروب أو صراعات، وقت أزمات زي مثلا أزمة كورونا اللي حصلت بينت أهمية موقع الوطن العربي. كمان أهمية الموقع في وقت السلم، وقت الازدهار والرخاء ما يكونش فيه حروب ولا صراعات. يبقى الأهمية الاستراتيجية يا أبطالنا الحلوين هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. الوطن العربي اكتسب أهمية اقتصادية واستراتيجية عندي بسبب أول حاجة إن موارده الاقتصادية متنوعة، في تنوع في موارده الاقتصادية بسبب تنوع الأقاليم المناخية. الوطن العربي مش مناخ واحد، في أقاليم مناخية كتير. كمان متنوع في الحياة النباتية، في نباتات كتير جدا. كمان عندي في تكوينات جيولوجية مختلفة، في جبال، في سهول، في صحراء، في السواحل. يبقى إذا عندي الأهمية الاقتصادية بسبب إنه في عنده الوطن العربي تنوع موارد اقتصادية بسبب تنوع الأقاليم المناخية فيه، وكمان الحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية اللي موجودة في الوطن العربي. تاني سبب عندي إن في على أرضه البترول أو النفط والغاز الطبيعي، وده عملت له أهمية اقتصادية كبيرة. مش بس كده، في عندي سبب كمان إن الوطن العربي متحكم في طرق التجارة الدولية في العصور التاريخية المختلفة، مش بس في العصر الحالي أو العصر الحديث، في العصور التاريخية المختلفة. يعني بنقول كده على مر الزمن، على مر العصور، على مر التاريخ كان متحكم في طرق التجارة الدولية أو العالمية. ليه بقى؟ لأن موقعه متوسط بين قارات العالم، بيتوسط 3 قارات اللي هم آسيا وإفريقيا وأوروبا. وكمان إن الوطن العربي بيشرف على 3 أذرع مائية مهمة في التجارة الدولية، وهم البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. يبقى الوطن العربي موجود على أرضه البترول والغاز الطبيعي، وده عمل له أهمية اقتصادية واستراتيجية. وكمان
موارده الاقتصادية متنوعة، في عنده تنوع أقاليم مناخية، مناخ مختلف وحياة نباتية مختلفة، وكمان عنده أو بيت تكوينات جيولوجية موجودة مختلفة. كمان هو متحكم في طرق التجارة العالمية في عصور مختلفة بسبب إنه موقعه متوسط بين قارات العالم. كمان بيشرف على 3 أذرع مائية هامة، وهي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. مش بس كده، الوطن العربي متحكم في 4 ممرات مائية هامة. يعني ايه؟ بتتحكم عندي في التجارة أو الملاحة العالمية، وده بيجي عليها وقت الأهمية بتاعتها دي بتزيد في الحروب والصراعات والنزاعات العالمية اللي بتحصل من وقت للتاني. وده زود من أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية. يعني الوطن العربي متحكم في 4 ممرات مائية مهمة قوي في طرق الملاحة العالمية. الأهمية بتاعته بتزيد وقت الحروب والصراعات اللي بتحصل في العالم من وقت للتاني، وده زود عندي من أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية. طب ايه هي بقى الممرات الملاحية اللي بتتحكم عندي في طرق الملاحة الدولية أو العالمية؟ عندي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، وقناة السويس، ومضيق جبل طارق. يبقى إذا عندي 3 مضايق وقناة: قناة السويس، ومضيق هرمز، مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق. يبقى إذا الوطن العربي له أهمية، موقعه له أهمية. عندي أهمية حضارية بسبب قيام الحضارات على أرضه، وعندي أهمية دينية لأنه مهد للديانات السماوية ال3، وفي أماكن مقدسة الناس بتيجي مخصوص ليها للزيارة. كمان عندي أهمية اقتصادية واستراتيجية بسبب تنوع موارده الاقتصادية ووجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه، وإنه متحكم في طرق التجارة العالمية في عصور تاريخية مختلفة. ومتحكم عندي كمان في 4 ممرات مائية هامة، دي بتتحكم في الملاحة العالمية، ووقت الحروب الأهمية بتاعتها بتزيد، وده زود عندي من أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية. ايه هما بقى ال4 ممرات اللي بتتحكم عندي في طرق الملاحة العالمية؟ عندي قناة و3 مضايق: قناة السويس، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وكمان عندي مضيق جبل طارق. دلوقتي هناخد الممرات المائية دي بالتفصيل، اللي هما ال4 ممرات: القناة وال3 مضايق. نبدأ عندي بمضيق هرمز، وده بيوصل ما بين الخليج العربي وخليج عمان، وبالتالي بيوصلهم بالمحيط الهندي. في عندي دولتين بتشرف على مضيق هرمز: سلطنة عمان وإيران. زي ما احنا شايفين كده على الخريطة، مضيق هرمز موجود عندي اهو فوق، تمام، وده بيوصل ما بين الخليج العربي وخليج عمان، بالتالي بيوصل المحيط الهندي. وفي عندي دولتين بتشرف عليه: دولة عربية عمان، في دولة تانية آسيوية اللي هي دولة إيران. نيجي بعد كده للممر المائي التاني اللي هو مضيق باب المندب، وده بيوصل عندي ما بين البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي بيوصل المحيط الهندي. اللي بتشرف عليه عندي دولتين عربيتين: جيبوتي واليمن، وده بيوضح انه تحت اشراف عربي، مفيش فيه اي اشراف خارجي، هما اشراف عربي. جيبوتي دولة عربية، كمان عندي اليمن دولة عربية. يبقى مضيق هرمز بتشرف عليه دولتين: دولة عربية ودولة غير عربية. عمان دولة عربية، ايران دولة غير عربية. طيب مضيق باب المندب اللي بيوصل ما بين البحر الأحمر وخليج عدن ويوصل المحيط الهندي، بتشرف عليه دولتين عربيتين: جيبوتي في الجناح الإفريقي العربي الإفريقي، واليمن في الجناح العربي الآسيوي. وده بيدل إنه تحت إشراف عربي خالص، مفيش أي إشراف خارجي أو دولة تانية. عندي ثالث ممر مائي بتحكم في الملاحة العالمية: قناة السويس، بتوصل ما بين البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر، واللي بتتحكم فيها مصر زي ما احنا شايفين كده على الخريطة. طيب رابع ممر مائي مضيق جبل طارق، بيوصل ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، بتشرف عليه دولتين: المغرب، ودي دولة عربية موجودة في الجناح الإفريقي، ودولة أوروبية اللي هي إسبانيا. يبقى إذا عندي 4 ممرات مائية بتتحكم في طرق الملاحة العالمية كلها: قناة السويس، وعندي 3 مضايق: مضيق هرمز، مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق.
معلومة نعرفها: مشروع قناة السويس الجديدة، مصر عملت تفريعة بتوازي قناة السويس بطول 35 كيلومتر، وعمقت المجرى الأصلي للقناة بطول 37 كيلومتر عشان تعمل أهداف، منها إيه؟ إنها تختصر زمن الرحلة اللي كان 20 ساعة وصلته ل11 ساعة، يعني قللت من وقت الرحلة اللي بتستغرقها السفن. كمان إيه؟ زودت عدد السفن اللي بتمر في قناة السويس، بالتالي حققت رواج اقتصادي. ودي كانت أهداف مصر لما عملت قناة موازية لقناة السويس، أو إحنا بنقول عليه مشروع قناة السويس الجديدة. أبطالنا أبطال تانية إعدادي، كان في نتائج قامت وترتبت على أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجي. الأهمية الاستراتيجية دي عملت نتائج يترتب عليها إيه؟ إن الوطن العربي كله تعرض للاحتلال والاستعمار الأوروبي. في دول أوروبية جت واستعمرت واحتلت الوطن العربي. الاستعمار ده عمل ايه؟ سرق ونهب خيرات الوطن العربي. مش بس كده، قسم الوطن العربي لدول مختلفة في المساحة: دولة كبيرة في المساحة، دولة صغيرة في المساحة، دولة مساحتها متوسطة. كمان عندي قسم الدول العربية أو دول الوطن العربي لدول مختلفة في عدد السكان: دول عدد سكانها كتير، دول عدد سكانها قليل، وهكذا. وفصل ما بينهم بحدود مصطنعة، حدود سياسية مصطنعة، يعني الحدود مش حقيقية، هي حدود عملها الاستعمار الأوروبي. التقسيم بتاع الوطن العربي وكمان هو فصل الاستعمار، فصل ما بين الدول العربية وبعضها البعض بالحدود السياسية المصطنعة دي، عمل مشاكل سياسية لسه موجودة لحد دلوقتي. مشكلة فلسطين اللي مازال الشعب الفلسطيني بيكافح وبيجاهد في سبيل انه يحصل على استقلال من الاحتلال. عندي كمان مشكلة المدن المغربية اللي احتلتها اسبانيا، وهم سبتة ومليلة. تاني نقول في عندي مشاكل سياسية قامت بسبب الاحتلال او الاستعمار الاوروبي، منها ان الوطن العربي اتقسم لدول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وفصلوا ما بينه وبين بعضه بحدود سياسية مصطنعة. ده عمل مشكلات سياسية لسه موجودة لحد دلوقتي، منها مشكلة فلسطين. الشعب الفلسطيني لسه بيكافح عشان يحصل على الاستقلال. وعندي كمان مشكلة المدن المغربية اللي لسه اسبانيا محتلياها لحد دلوقتي. ايه هي المدن المغربية؟ سبتة ومليلة، احتلتهم اسبانيا من القرن ال15 وحد دلوقتي. عندي كمان مشكلة دارفور في السودان، وكمان عندي مشكلة جنوب السودان، ان جنوب السودان انفصل عن السودان. كمان في عندهم مشكلة دارفور. مش بس كده، من ضمن المشكلات السياسية اللي قامت بسبب الاستعمار مشكلة بعض الجزر الإماراتية، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، اللي سيطرت عليهم إيران وأخدتهم سنة 1971، ولحد دلوقتي لسه إيران مسيطرة عليهم. يبقى إذن عندي مشكلات سياسية قامت في الوطن العربي نتيجة تقسيمه وفصله بحدود سياسية مصطنعة. مشكلة فلسطين، مشكلة المدن المغربية سبتة ومنيلة اللي سيطرت عليهم واحتلتهم إسبانيا، وكمان عندي مشكلة دارفور ومشكلة جنوب السودان في السودان، ومشكلة بعض الجزر الإماراتية اللي سيطرت عليهم وأخدتهم إيران سنة 1971. كل الدول العربية أخدت استقلالها ما عدا فلسطين، لسه لحد دلوقتي فيها احتلال. كمان في عندي بعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية لسه فيها احتلال. ودي النتائج اللي ترتبت على أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجي، وتدل إن موقع الوطن العربي الاستراتيجي مهم جدا جدا. كده يا حبايبي الحلوين، أبطال تانية إعدادي، خلصنا أول درس في المنهج. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم بقية الدروس والفيديوهات اللي جاية. عندي مفاجأة لسنة تالتة إعدادي، انتظروني في شرح أول فيديو وأول درس من دروس منهج الدراسات الاجتماعية. أشوفكم قريب في فيديو جديد. كانت معاكم مس مروة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.